المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإرترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم في قاسم محمود، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. بناء السد في منطقة قلعي ب5 مليون نقفة. عقد سيمينار شعبي للإرتريين في ألمانيا. دعوة للمزارعين للاحتراز من المبيدات الحشرية. مسلحون يقتلون 30 شخصا على الأقل في شمال نيجيريا. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبالة الساحل الشرقي. مشاورات روسية باكستانية صينية لتوحيد الموقف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شيد في منطقة قلعي بمدينة قالا نفحي سدا بتكلفة بلغت أكثر من 5 مليون نقفة. وذكر مسؤول البنى التحتية الزراعية في الإقليم الأوسط المهندس أبراهام دانيال في مراسم التدشين في 19 من أكتوبر، ذكر أن السد المشيد بارتفاع 14.5 متر وعرض 47 متر له قدرة حاجز 110 ألف متر مكعب مياه، وحاجز حاليا حوالي 70% من قدرته. وأوضح مدير ضاحية قلعي السيد محمد السعيد معاناتهم من مشكلة المياه لعدم وجود مصدر مياه، مشيدا باهتمام إدارة الإقليم الأوسط والجهات المشاركة في التنفيذ. وقال مدير مديرية قالا نفحي السيد محاري يوهنس إن حماية السد من الطمي والاستخدام الجيد من مسؤولية السكان، وشكر إدارة الإقليم ووزارة الزراعة والسكان والجهات الأخرى للتعاون في تشييد السد. ودعا حاكم الإقليم الأوسط سيد فسحي حيلة سكان منطقة قلعي لترشيد الاستهلاك وحماية السد والاستفادة الجيدة في الزراعة المروية. حضر مراسم التدشين وزير الزراعة السيد رافعين برهي وحاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي برهم وقائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فيليب واسولد يوهنس والأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط السيد يوسف السائق ورئيس مجلس الإقليم الأوسط السيد أبراهام سمري. هذا وتبعد منطقة قلعي مسافة 13 كيلومتر إلى الشرق من أسمرة. عقد مستشار الرئيس السيد يماني جبراب سيمينار للإرتريين في ألمانيا بشأن الأوضاع في البلاد والتطورات الإقليمية والعالمية. حضر السيمينار الجماهيري المنعقد يوم 16 من أكتوبر في مدينة جينسن عدد كبير من الإرتريين من مختلف مناطق ألمانيا. وأوضح السيد يماني 4 نقاط أساسية هي المصلحة الوطنية والأمن الوطني والتصدي السياسي والإعلامي والأنشطة الدبلوماسية والأوضاع الاقتصادية. وقال إن أساس كافة انتصاراتنا التنظيم الجيد والأنشطة الوطنية الواعية والموحدة والقوية والفاعلة، وأن القوة التي صنعت المعجزات في النضال التحرري والدفاع عن السيادة ستحقق تاريخا شامخا جديدا في المرحلة الجديدة. وأجاب السيد يماني جبراب على أسئلة واستفسارات الحضور. وشكر المشاركون في السيمينار التوضيح المقدم في كثير من القضايا، مؤكدين الاستعداد الدائم للدفع بالتصدي الوطني. في غضون ذلك عقد سفير إرتريا في الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد بلينكوس السيد نجاسي كاسا سيمينارا يوم 16 و17 من أكتوبر للإرتريين في مدينتي أمستردام وروتردام الهولندية بعنوان التأهب كمرحلة ضرورية. وقال أن تصدي الشعب الإرتري ليس جديدا، مشيرا إلى روح التصدي والانتصار القوية التي ظهرت في النضال التحرري والدفاع عن السيادة. وأوضح المسؤولية الوطنية في المرحلة الجديدة والتطورات الإقليمية. ودعا المشاركون في السيمينار لاستمراريته لكونه يرتقي بالوعي والتوجيه، مؤكدين الاستعداد الدائم.
دعا التأهيل الذي جرى في مدينة أغوردات حول استخدام وإدارة المبيدات الحشرية المزارعين عامة ومنمو الزراعة المروية خاصة لاتباع إرشادات المهنيين الزراعيين وتوخي الحذر أثناء استخدام المبيدات الحشرية. شارك في التأهيل المنظم من مكتب خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم الكاشبركة مهنيون زراعيون من مديريات أغوردات وبارنتو وتسني ومنصورة وفورتساوا وموغولا وهيكوتا وعلي القاش وغونيا وشنبيقوم. وأوضح مسؤول قسم خدمات الرقابة في إقليم الكاشبركة سيد حاجوس قبر مريم أن التأهيل هدف رفع فهم خبراء الزراعة في استخدام المبيدات الحشرية وتمهيد الأرضية في مناطق عملهم للاستخدام الجيد للمبيدات والحد من الأضرار في الأرواح والبيئة بسبب الاستخدام السيء. وذكر خبراء تنمية النباتات الآثار المضرة للمبيدات الحشرية نتيجة سوء الاستخدام، داعين الموزعين لتخزين جيد والمزارعين للاهتمام الجاد أثناء الاستخدام. ودعا مدير مديرية غردات السيد إساق طعوم في ختام التأهيل المشاركين في التأهيل لرفع وعي المجتمع عامة والمزارعين خاصة وتصحيح أخطاء الاستخدام. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا في أسمرة. في غضون ذلك شفي 5 مرضى كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6778. شفي منهم 6682 وتوفي 45 مريضا، فيما لا يزال 51 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من أكتوبر 2021. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية قندع أن مشتل ماي أدكموم أنتج حوالي 30 ألف شتلة لخدمة برامج التشجير الجارية في المنطقة. وأوضح خبير حماية الأشجار والحياة البرية في المكتب السيد أمانيل كيداني أن الشتول المعدة ستوزع للمشجرين الأفراد والمؤسسات، داعيا لحل نقص المياه في المشتل. وذكر خبير حماية التربة والمياه السيد أحمد عبد الله أن برنامج تنمية الشتول بدأ في شهر أغسطس ويوجد برنامج لتوسيعه مستقبلا. وأشار المعاملات في المشتل إلى اكتسابهن وأشارت العاملات في المشتل إلى اكتسابهن التجربة لحماية التربة وحفظ المياه إلى جانب الفائدة الصادية من العمل. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم جنوب البحر الأحمر دعما 600 طالب محتاج عبارة عن لوازم دراسية. وأوضح مسؤول الرعاية الاجتماعية في المكتب السيدة تسفى مريم برهة أن الهدف من الدعم مساعدة الطلاب لمواصلة التعليم وتشجيعهم، ويسهم لتوسيع الفرص التعليمية والاستفادة المتساوية. وتكفي اللوازم الدراسية لكامل السنة الدراسية. سادتي سيداتي، فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قال مكتب حاكم ولاية سوكوتو في شمال نيجيريا أن المسلحين قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا في هجوم بالولاية. وقال حاكم الولاية آمين وزيري تامبوالا في بيان إن الهجوم بدأ في سوق أسبوعية في جورونيو واستمر حتى صباح اليوم الثاني. من جهته قال الشاهد عيان أن هناك 60 جثة في مستشفى جورونبو العام، وأن آخرين أصيبوا وهم يفرون. وتابع أن المهاجمين تغلبوا على الشرطة عندما حاولت التدخل، ولم يرد متحدث باسم الشرطة بعد على طلب التعليق. وقتل مسلحون في شمال غرب نيجيريا عشرات الأشخاص وخطفوا المئات طلبا للفداء خلال العام المنصرم، فيما يمثل أزمة أمنية تحاول الحكومة حلها من خلال قطع الاتصالات والعمليات العسكرية وتعزيز قوات الشرطة.
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستية قبالة ساحلها الشرقي من حول مدينة سيتو الساحلية. وأضافت في بيان أن الصاروخ انطلق من حول مدينة سينبو، حيث تبقي كوريا الشمالية على غواصات ومعدات لاختبار إطلاق صواريخ باليستية من غواصات. وأطلقت كوريا الشمالية أيضا أنواعا أخرى من الصواريخ من تلك المنطقة. وقال رئيس الوزراء الياباني فومبو كيشيدا إنه تم رصد صاروخين باليستيين، وأن من المؤسف أن كوريا الشمالية أجرت سلسلة من اختبارات الصواريخ في الأسابيع الأخيرة. ويجيء الإطلاق بينما من المقرر أن يلتقي في سول مدير أجهزة استخبارات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة المواجهة مع كوريا الشمالية وأمور أخرى، حسب ما ذكرت وكالة يونهاب مستشهدة بمصدر حكومي. يعقد المبعوثون الخاصون لكل من روسيا وباكستان والصين إلى أفغانستان اجتماعا في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بهدف صياغة موقف موحد إزاء تعامل دول جوار أفغانستان مع تطورات الأوضاع عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة. ويعقد اجتماع الثلاثية الموسعة روسيا والصين وباكستان وأمريكا في موسكو قبل يوم من مباحثات تستضيفها العاصمة الروسية في إطار ما يعرف بصياغة موسكو، ويشارك فيها وفد حكومة تصريف الأعمال الأفغانية وممثلون عن 10 دول محيطة بأفغانستان، وهي روسيا والصين وباكستان وإيران والهند وجمهوريات آسيا الوسطى. وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كوبولوف قد صرح قبل أيام بأن اجتماع الثلاثية الموسعة سيخرج بوثائق متعلقة باستراتيجية التعامل مع تطورات الوضع الأفغاني. الخبر الأخير في هذه النشرة: قالت الشرطة البرتغالية أن السلطات البرتغالية والإسبانية صادرت 5.2 طن من الكوكايين من مركب شرعي في أعالي التجار، وألقت القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم في أكبر قيمة تضبطها البرتغال منذ 15 سنة. وقال لويس نيفيز مدير شرطة التحقيقات الجنائية في البرتغال إن هذه الشحنة هي أكبر كمية من الكوكايين تم مصادرتها على الإطلاق من مركب شرعي على مستوى العالم. وعادة ما يتم تهريب مثل هذه الكميات الكبيرة في سفن الشحن والسفن الكبيرة ذات المحركات. واعتقل أفراد الطاقم وهم مواطنان من إسبانيا وواحد من بيرو، وسيمثلون أمام القاضي. وتشتبه الشرطة في أنهم ينتمون لعصابة مخدرات قوية معروفة بنقل المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز العناوين: بناء سد في منطقة قلعي ب5 مليون نوفا. عقد سيمينار شعبي للإريتريين في ألمانيا. دعوة للمزارعين للاحتراز من المبيدات الحشرية. مسلحون يقتلون 30 شخصا على الأقل في شمال نيجيريا. كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستيا قبالة الساحل الشرقي. ومشاورات روسية باكستانية صينية لتوحيد الموقف. انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، وهذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.